السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. مرحب بيكم معايا في فيديو النهاردة يا حبايب قلبي. هنعمل مع بعض القرص اللي بالعجوة الجميلة ديت، قرص الافران اللي بنروح نشتريها كلنا من الفرن. لا يا حبيبة قلبي، النهاردة هتعمليها معايا في البيت. قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا النهاردة يا حبايب قلبي، ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم مني كل جديد. معانا النهاردة يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده، هنعمل القرص اللي بالعجوة، العجوة اللي تفتح النفس اللي بتلمع ديت. هنلمعها بمعلقة زيت، يا اما معلقة من السمنة البلدي يا معلقة من الزبدة المتوفر عندك. اعجني بيه العجوة بتاعتك وطلعي النتيجة الجميلة ديت، واعملي احلى قرص بعجوة لولادك. تابعوني كده يا حبايب قلبي في تركاتنا واسرارنا للقرص بتاعه الافران بتاعتنا. ومعانا مقاديرنا هنا يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده: نص كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة من الملح، كيس من الخميرة الفورية، او لو عندك قطع خميرة من التانية ديت حطي مقدار معلقتين كبار. معانا هنا يا حبايب قلبي كوباية من الزبدة مقطعينها هي زي ما انت شايفة، نص كوباية لبن بودر، كوباية لبن عادي، ومعانا كوباية من المية، وربع كوباية من السكر، وثلاث معالق من الزيت. زي ما احنا شايفين مقاديرنا كده يا حبايب قلبي. اكتبي كل حاجة يا حبيبة قلبي عشان خاطر تطلعي بالنتيجة الجميلة اللي انتي شفتيها معانا ديت. يلا مع بعض بقى يا حبايب قلبي، هنبدأ بقى نعمل مع بعض كده الوصفة بتاعتنا الجبارة ديت. وصفة للمدارس ديت، تعمليها في المدارس هتوفري كتير. هنبدأ مع بعض نحط كده زي ما كل مرة بنعمل. أهم حاجة اختبار الخميرة بتاعتنا، بنختبر الخميرة بتاعتنا قبل أي عجين يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده في كل فيديو من المعجنات هتلاقوني بختبر معاكم الخميرة بتاعتنا، علشان هي الخميرة بتاعتنا اللي بتدينا النتيجة كويسة للعجين بتاعنا. بعمل ايه يا حبايب قلبي؟ بحط نص كوباية من المية على ربع سكر على معلقتين الخميرة دولت اللي في الكيس، او كيس خميرة كامل. هو عامة النص كيلو، خليها قاعدة معاكي دايما، نص كيلو الدقيق بياخد معايا كيس من الخميرة الفورية اللي بتتباع عند السوبر ماركت او البقالين او العطارين، زي ما تحبي بتشتريها، بس هو الكيس دايما بياخد نص كيلو من الدقيق. معانا كده يا حبايب قلبي، هسيب الخميرة بتاعتي تختمر واختبرها اختبار كده هوت عشان خاطر العجينة بتاعتي تطلع ناجحة. هنزل بقى بالمواد الجافة بتاعتي على الدقيق بتاعي واقلب كله في بعضه. نزلت بمعلقة من البيكنج باودر على معلقة الملح الصغيرة خالص على ربع كوباية اللبن البودر، يعني بمقام 3 معالق كبار. اهو يا حبايب قلبي، خليكي معايا خطوة بخطوة، ما تسرحيش يا حبيبتي عشان خاطر المقادير بتاعتنا تطلع معاكي نتيجة مبهرة وجميلة، وتطلع معاكي النتيجة زي اللي انا طلعتها بالظبط. حاجة اللهم بارك. اهو معايا كده هقلب المواد الجافة بتاعتي كلها مع بعضها. قلبي كده، قلبي 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 كده، قلبي خليهم كلهم يبقوا حاجة واحدة. اهو هنزل كده بالثلاث معالق زيت بتوعي. الثلاث معالق زيت دول هيلمعوا العجينة معايا ويخلوا العجينة تلمع وتبقى زي الفل. وهنزل بالزبدة بتاعتي عليها، ودعاكي بقى ايه، مش هنزل بكمية الزبدة كلها، انا هنزل منها بمعلقتين بس من الزبدة، وهدعك كده معاكم المقادير بتاعتي كده كلها بالمعلقة او بايديكي عجنيها، مفيش مشكلة. اهو يا حبايب قلبي، اهم حاجة تبقى عاملة زي الحبيبات معايا كده، اقعد اقلب كده فيها اقعد اقلبها كده عشان خاطر تدينا نتيجة كويسة في الاخر. وما تنسيش يا حبيبة قلبي، الدقيق بتاعنا دايما بتنخليه، ما تسيبيش الدقيق تجيبيه كده وتشتغلي بيه على طول، لا، اهم حاجة في الدقيق ننخله كويس جدا. هنزل بالزبدة كده واعجن معاكم زي ما انتوا شايفين.
نزلت معايا بمعلقتين من الزبدة وقعدت اعجن 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 كده زي ما انتوا شايفين، وسبت العجينة بتاعتي تخمر. وحبيبة قلبي جت هي اللي ادت بوكس الخميرة بتاعنا بعد ما خمرت للعجينة بتاعتنا. اهو انا كده هلم معاكم يا حبايب قلبي العجينة بتاعتي اهو، هشتغل فيها على طول زي ما انتوا شايفين. هفرد العجينة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين على الصينية كده، هعملها رول، هلفها رول كده زي ما انتوا شايفينها كده، واشتغل منها براحتي. حابة تعملي قرص كبيرة قرص صغيرة، حطي انتي بقى على الميزان ووزني بقى ايه القرصة اللي تعجبك. انا كنت عاملاها زي نص قرصة كده علشان خاطر تبقى زي ما شفتيها كده شكلها جميل وحلو، فحبيت اعملها نص قرصة عشان تبقى ايه برضو العيل ياخدها ياكلها كلها، ما تبقاش قرصة كبيرة عليه ويسيب لي منها ويبقي منها. لا انا عملتها زي نص قرصة كده اهو زي ما هتشوفي معايا كده يا حبيبة قلبي، حاجة بسيطة كده عشان ياكلها ويخلصها كلها وما يبقيش، لان خسارة اي حاجة تترمي بصراحة، حرام اليومين دول حد يرمي اي حاجة. فبنعمل ايه حاجة بسيطة كده وشكلها جميل زي بتاعة الافران كده، ويبقى شكله وطعمه حاجة اللهم بارك عليها. اهو يا حبايب قلبي انا قطعت العجينة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، بقطع واخد منها على ميزان ايدي وبعمل بقى ايه براحتي. انا كده كده انتي هتعملي لبيتك تعملي براحتك بقى الشكل اللي يريحك، وزي ما انتي عارفة ولادك بياكلوا ايه اعملي يا حبيبة قلبي الحجم اللي يعجبك. انا هنا برضو كنت مقطعة العجوة بتاعتنا، هرستها بمعلقة من السمنة البلدي ونزلت عليها زي ما انتوا شايفين كده، هو عجن عجن في العجوة بتاعتي، وصبعتها صوابع صغيرة كده عشان اشتغل منها على طول. اهم حاجة تصبعي الصوابع بتاعت العجوة كده عشان خاطر ما تتعبكيش وتبقى ملزقة وتضايقك. لا اديها معلقة من الزيت او معلقة من السمنة البلدي واشتغلي عليها عجن، وهتطلع معاكي طرية وجميلة زي ما انت شايفة كده، وهتطلع بتلمع في القرصة كده وجميلة. والقرصة بتاعتنا هتطلع اللهم بارك هي قرصة المحلات بتاعة الأفران بالظبط، نتيجتها والله روعة. اعمليها وخليها على طول عندك في البيت، كل يوم اعملي نص كيلو، مرة قرص مرة فينو. خليكي معايا في سلسلة المعجنات بتاعتنا هتعجبك وهتبهرك. هنا بقى يا حبايب قلبي هعمل معاكم قرصة كبيرة شوية كده، انا عامة بحب اعملها صغيرة عشان الولاد ياكلوها ويخلصوها كلها، بس انا حبيت اشارككم كده واعمل معاكم قرصة كبيرة كده عشان اللي حابب يعمل قرصة كبيرة كده. اهي زي ما انت شايفة كده بتفرديها وبتتنيها اتنين كده زي ما انت شايفة كده اكنك نص رغيف كده بتاكلي فيه اهو يا حبايب قلبي بس، وبتسيبيها تخمر معانا وبعد كده بندخلها الفرن. اهو هنا بقى هنعمل واحدة تانية معاكم اهو، انا بعمل معاكم كل حاجة قدام عينيكم اهو واحدة بواحدة اهو يا حبايب قلبي. وهنا عملت معاكم العجوة ديت اهو، بس انا ما صورتهاش معاكم اي حبايب قلب. العجوة ديت انا حطيت لها معلقة من السمنة البلدي وعجنتها كويس جدا وفردتها كده زي العجينة كده ما انا فرداها، وقطعتها بسكينة البيتزا صوابع وايه عشان احشي بيها على طول العجينة بتاعتي ما تاخدش معايا وقت. انا حبيت اعملها صوابع كبيرة وصوابع صغيرة عشان خاطر لو عملت معاكم قرص كبيرة او قرص صغيرة. وهنا يا حبايب قلبي قسمت القرصة اتنين عشان هتنيها كده زي السندوتش، هعملها ايه قرصة صغيرة شوية عن التانية اهو يا حبايب قلبي كده. بتفردي كده في العجينة بتاعتنا وبتنزلي عليها كده بالعجوة بتاعتنا. انا هنا بصي اهو هعملها على الرغيف ده هيبقى اتنين اهو زي ما انت شايفة كده، هنعملها قرصتين اهو يا حبايب قلبي. امشي معايا خطوة بخطوة كده وتابعيني عشان تطلعي القرص بنفس النتيجة الجميلة ديت، ويبقى عملتي قرص الافران في البيت. بتضغطي عليها ضغطة بسيطة بس كده بعد ما بتقفليها عشان يمسكوا مع بعض كده، وبتجيبي سكينة البيتزا او السكينة اللي في البيت العادية وتفتحي يا حبيبة قلبي كده بيها
اهو العجوة بتاعتنا عشان تعمليها بقى وتطلع معاكي بالنتيجة الجميلة المبهرة ديت. احنا عملنا مع بعض قرص الافران الروعة الجميلة ديت في البيت من غير ما نكلف نفسنا مصاريف كتيرة. لا انتي هتوفري وهتعملي من نص كيلو دي كمية كبيرة. انا الكمية ديت والله النص كيلو كان مدي كمية اللهم بارك عليها، بس انا الولاد كلوها على طول فما لحقتش اصور لكم الا الطبق دوت. اللهم بارك، حاجه جميله جدا. واحنا هنا لمعنا الوش بتاع العجينه بتاعتنا ديت ببضايه ومعلقتين من اللبن ومعلقه من السكر، بتضربيهم كويس وبتدهني الوش بتاعنا. بس المقطع ده انا اصلا ما صورتوش خالص، بس حبيت افيدك بيه كده يا حبايب قلبي. يكون خلصنا معانا القرص بتاعتنا الجميله ديت، وزي ما انت شايفه اهي العجوه بتاعتنا بتلمع من جوه، ومعانا القرصة طرية وجميلة. ده كده كمان بعد ما بردت، ده وهي سخنة بقى ما اقدرش اقولك كانت عاملة ازاي. اللهم بارك، هتعمليها في البيت وهتبهرك. تابعيني يا حبيبة قلبي خطوة بخطوة في سلسلة المعجنات بتاعتنا، واعملي كل معجنات الافران هتعمليها في البيت معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.